وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا عين فيضي يا دموع تفجري بدم القلوب على مصاب العسكري. هذا أبو المهدي قد رزئ الهدى به وأصيب مذهب جعفري. أرداه معتمد الغواية والعطاء بموقف من آبائه الغدر. والبضعة الزهراء غدت محزونة تجري مدامعها كرش المطر. والبضعة الزهراء غدت محزونة قعدي يا زهر العسكري. غمضت عينه في أرض سامراء يا زهرة ساميلة. لحد يا زهرة فرقوا عنك أولادك شربك عليهم مدمعك والنوع زادك. ودايم على الأولاد بتقطع فادك. ودايم على الأولاد بتقطع فادك. وانتي على الأولاد يا زهرة حزين. وانتي على الأولاد يا زهرة حزينة.
يصيب أهل دمعي أبكي غصب حقي لو أبكي الكسر ضلعي لو بني خال قلب على المسموم أدعي لو بني خال قلب على المسموم أدعي ونوم على اللي ذبحان في الغابر ونوم على اللي ذبحان في الغابر مجور قالت أنا الوالدة والقلب لفا ودور عذابي وين ما جاء أويلا أويلا على ابن الموت عطشان ولعنت عليه الخيل بدا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطلوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم وارحمنا بهم يا ارحم الراحمين قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حديثنا وانطلاقا من الايه المباركه يقع تحت عنوان حث الدين على التخلص من التشاؤم. الدين الإسلامي ينهى الإنسان أن يكون متشائما ويحث على أن يكون الإنسان إيجابيا متفائلا متوكلا على الله تعالى. لذا تجد أمثال هذه الآيات قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ أن المؤمن لا بد أن يكون أمله كبير بالله تعالى وإيمانه قوي، لأنه
فرق بين المؤمن الضعيف وبين المؤمن القوي، إذ أن الإيمان درجات، وكلما زاد الإنسان إيمانا كلما زاد حبا لله وتعلقا بالله عز وجل. من هنا نتساءل، إذا فما حال الآيات التي يفهم منها التشاؤم؟ وما حال الروايات التي يفهم منها التشاؤم؟ شلون؟ هل هناك آيات تحث على التشاؤم؟ هل هناك روايات تحث على التشاؤم؟ يقول لربما نعم، هذه الآية مثلا: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. يفهم منها أن هنالك أيام نحسة. فكيف نتعامل مع الأيام النحسة؟ هذه أيام نحسة. الله لما يقول لنا ترى في أيام نحسة، هذا احنا نتشائم لأن في أيام نحسة. ما أدري أنا اليوم يمكن أطلع يكون ذاك اليوم يوم نحس ويصير لي حادث وأموت مثلا. فهذه آية تحث على التشاؤم. بعد قل في روايات، مثلا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الاثنين يوم نحس، لأن الله تعالى قد قبض فيه رسول الله. اليوم شنو اليوم؟ خميس، مو الاثنين. فيقول يوم الخميس، يوم الاثنين. رواية أخرى تقول إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر على الإمام الصادق عليه السلام. فإذا صار عندك الاثنين نحس والخميس نحس. بعد رواية أخرى عن الإمام الصادق أن يوم الأحد، أن يوم السبت يوم زين، لكن يوم الأحد مو زين. هذه 3 أيام في السبوة. وفي رواية روينا ابن طاووس أن في الشهر، في كل شهر أيام نحسة: في اليوم الثالث والخامس والسادس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون من كل شهر أيام نحسة. ورواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن في السنة 24 يوم نحس في السنة. فأنت صار عندك كل أسبوع، صار عندك في الشهر، وصار عندك في السنة. في واحد يقول وش بقى ليلة أجل إذا كل الأيام نحسة؟ وش الأيام الزين أصلا؟ صار نبحث أصلا شو الأيام الزين. لذلك صار الكثير حينما يريد أن يتزوج يسأل شنو هذا يوم زين ولا مو زين عشان يتزوج. فيقول أليس هذا يحث الإنسان على التشاؤم؟ أين الإيجابية وأين التوكل على الله تعالى؟ كيف نجيب على هذا؟ هذا في الواقع توهم وليس حقيقة. ليش؟ خلينا نجي أول شيء إلى الآية الكريمة. الله لما قال في أيام نحسات، يعني يتكلم عن شنو الله؟ يتكلم عن قوم عاد. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وشنو؟ و8 أيام. زين، على كل قوم عاد الله قال نزل عليهم البلاء 8 أيام. هذه ال8 أيام عبر عنها في آية أخرى بأنها أيام نحسات. على من نحسات كانت؟ على كل العالم وعلى قوم عاد؟ على قوم عاد نزل عليهم العذاب. قد إنسان مثلا يصاب ذاك اليوم مثلا بفقد ولد مثلا، زين، فيشوف ان ذاك اليوم يوم مشهور. ابدا اصلا الدنيا ما يشوفها، يشوف الدنيا مظلمه ذاك اليوم. وجاء الله رزق ولد بعد 25 سنه مثلا، او بعد 12 سنه مثلا. هذاك اللي الله رزقه ولد عنده هذا اليوم شو؟ اسعد يوم. وهذا اللي فقد ولد عنده ذاك اليوم يوم ظلام. فهذه الأيام النحسة ليست حقيقة، وإنما هي نسبية. بالنسبة لقوم عاد كانت أيام نحسة. طيب بالنسبة إلى غيرهم
قد لا تكون أيام عيسى. مثلا النبي صلى الله عليه وآله انتصر على مشركي قريش، يقول تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. زين، عند النبي وأصحابه يوم انتصار، لكن عند هذين الكفار وشو ذاك اليوم؟ هو عندهم يوم الخسران، لأنهم هم اليوم اللي خسروا في مناصرهم، هم اليوم اللي تحطمت فيه أحلامهم، فكان عندهم يوم مشهور، اليوم اللي انتصر فيه النبي عليه. فهذا التشاؤم قد يكون نسبي، هذه السلبية قد تكون نسبية وليست حقيقية عند الجميع. فشخص يرى ذلك اليوم يوم نحس، غيره لا يراه نحس. فإذا القرآن ما يعمم، القرآن يقول إن قوم عاد كانت عندهم أيام نحسات. نجي للروايات. الروايات نضعها على الميزان. تعال إذا العلامة الطباطبائي، علامة الطباطبائي عند ميزان، ما عند المسلمون اجمع ها؟ واسم الكتابة؟ الكتاب الميزان، تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي. دام عنده ميزان تقول له أعوضهم عن الميزان، شو تقول؟ قال لا، مو كلهم صحيح. شوف احنا بالنسبة لصحة الروايات ما نجي أي واحد يقول والله هذا مو صحيح، هذا صحيح. احنا نرجع الأمر إلى أهله. نروح للعلماء، شو تقولوا؟ ونقل كلام العلماء. العلماء الطباطبائي يقول أكثر هذه الروايات ضعيفة السند. هو دقيق، ما قال كلها، قال أكثرها. ليش أكثرها؟ لأنه في بعضها اعتمد عليه العلماء، مثل الآن في الزواج، خصوص الزواج الإنسان راح يسأل ليش؟ لأن في قراءة أن يتزوج الإنسان مثلا والقمر في العقرب، هذا في روايات نهي عن الزواج والقمر في العقرب، انك انت تعقد الزواج، العقد الزواج. اما الزفاف يختلف. زين، عقد الزواج يقول الامام الصادق عليه السلام: من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسنى. وهذا طبعا اذا احنا بناخذه من ناحيه طبيعيه، هذا الكلام ترى صحيح. ليش؟ لان القمر وجاذبية القمر لها تأثير على الأرض، فما بالك عن سكان الأرض. إذا القمر له تأثير على البحر في حركة المد والجزر، يعني وين القمر وين البحر؟ ايش دخل القمر يخلي يصير مد ويصير جزر؟ نعم يصير هذا. ليش؟ لأن القمر له جاذبية. فلا واحد يقول لا دخل في الكون بما يحدث، لا، كل شيء جعله الله تعالى بنظام دقيق. فلعل هنالك تأثيرا نحن لا نرى. الإمام المعصوم بعلم الله أخبرنا أنه لا تتزوج في ذلك اليوم، فنهت الروايات عن عقد الزواج، لكن ما نهت الروايات عن الخروج. ان انت والله تطلع من بيتك ولا ما تطلع، ولا انت في عدة حاتي هذا اليوم اخاف يصير لي هالشكل. لا، توكل على الله واخرج. مرة من المرات جاء واحد الى الامام الهادي عليه السلام، قال له: سيدي. قال: نعم. قال: ما انحس اليوم من يوم، هذا اليوم. ليش؟ قال: انا طلعت الصبح من البيت وظفري انكسر، ما ادري شو صار، وظفري انكسر. مشيت شويه، جاء واحد مسرع على ظهر جواده واصطدم بي، ضربه بكتفه. هذا الفارس ضربه ومشى، هروب من حادث، وراح عني، فتأذى كتفه. يقول: بعد ودخلت في مكان مزدحم شديد الثياب، فشهد يوم هذا ما انحسر من يوم. فشرد على الإمام قال: كيف ترمي بذنبك من لا ذنب له؟ ايش دخل اليوم؟ كيف ترمي
بذنبك من لا ذنب له. يمكن أنت عندك ذنوب ومعاصي والله يريد يكفرها عنك فتبتلى. فقال الإمام هذا وأنت تبشرنا على حساب شيعتنا وتتهم الأيام تقول والله اليوم نحس، هذا وأنت تبشرنا بشيعة توب إلى الله. فقال لعل الله تعالى يغفر لك. فإذا الأئمة عليهم السلام كانوا ينهون شيعتهم عن التشاؤم بالأيام. زين جدا الإمام الصادق، الإمام الصادق يحلها من النهاية. بما أن العلماء الطباطبائي قال أغلبها روايات غير صحيحة، يعني ما في أيام العيسى. زين شنو الحل؟ يقول الإمام الصادق تصدق واخرج في أي يوم شئت. خلاص هذا الحل من النهاية. طيب هذا اليوم مثلا نحس انت تدري عنه ما تدري، انت اخرج صدقه ومشيت وكل يوم طلع صدقه ومشيت، يستحق. ليش الانسان لو بمبلغ بسيط عنده كل يوم يطلع، كل يوم لو يخصص بمبلغ يقول هذا حق الصدقه، كل يوم يطلع صدقه، كل يوم يطلع صدقه ويمشي. تصدق واخرج في اي يوم شئت. هنا إذا كان ذاك اليوم ناحس فالإنسان اشترى سلامة نفسه بتلك الصدقة ويقدر ينويها عنه وعن والديه وعن أهله وعن حتى لو كان المبلغ بسيط. طيب يعني هذا المقصود يعني في أقلها، يعني إن لا الإنسان أبدا ما يتصدق ولا أنه يقول يعني ربا عندي. طيب إذا ما عندك تصدق بمبلغ بسيط واشتري سلامة نفسك وتوكل على الله. الدين يحث الإنسان على العمل، لا أن الإنسان يوجد له مبررات وأعذار ويقعد يبحث وناس يقول هذا اليوم لا مو زين، بكره زين، اليوم ما ادري شنو. توكل على الله ولا توجد لنفسك أعذارا. شوف أئمتنا عليهم السلام عاشوا في زمان صعب، شيعتهم عاشوا في زمان صعب، ما وضعوا لأنفسهم عذر الله ما أدري شنو زمننا غير زمن. لا أبدا، ما كانوا يرعون الزمن ولا يرمون شيئا على الزمن أبدا. وإنما تدري أصحاب الإمام العسكري كان بعضهم يسوي نفسه بياع غنم، راعي غنم، بس علشان يوصل للإمام. ما كان يضع لأنفسهم عذر، يسوي نفسه بياع غنم أو راعي غنم بس عشان يروح للإمام. يتنكروا بطريقة وأخرى لعلهم يصلوا إلى الإمام بهذه الطريقة. الإمام العسكري الإسلام ما كان الشيعة يقدروا حتى يسلموا عليه، ما كانوا حتى يسلموا عليه. مع ذلك جعل بينه وبين شيعته رابطا تواصلا، صار يتواصل وياهم إن لم يكن بطريقة مباشرة، بطريقة غير مباشرة يتواصل وياهم رغم الأذى الذي صنعه له الظلام، إلا أنه استطاع أن يتواصل وياهم وعمل نظام الوكلاء الإمام العسكري من أجل التواصل مع الشيعة. وكان الشيعة يتواصلون مع الوكلاء والوكلاء يتواصلون مع الإمام، وكانت هذه حلقة الوصل. إذا ما كان الأئمة عليهم السلام يدورون أعذار ويرموها على الزمن، زمننا غير زمن، لا، بل كانوا يتوكلون على الله تعالى ويعملون ولم يتوقفوا عن العمل إلا إذا نزل القضاء ودس لهم ذلك السوء. إمامنا العسكري شاب ولكن دسوا له سما قتالا. يقول عمره الزهرة 29 ما زاد، مدة حياته مهتمة بشرب ولا زاد، وأما أعداؤه فجرعوه الغصص والآلام حتى
حتى دسوا له السوم وصار طريح الفراش، يقبض يمينا ويبسط أخرى. أي رحم الله من نادى وإماما. التفت إلى ولده، إلى صاحب العصر والزمان، صار يوصيه بوصاياه: رادت الله تاخذ بثار العشيرة والأهل، وتاخذ بثار النبي والسقطوا منها الحمل، وتاخذ بثار الذي بالفرض والصوم شتان، وتاخذ بثار الذي بالسم جبده مفتت. يلا عيد اقول وياي: رادت الله تاخذ ثار العشيره وتاخذ بثار النبي والسقطوا منها الحمل، وتاخذ بثار الذي بالفرض والصوم شتان، وتاخذ بثار الذي بالسم جبده مفتت، وتاخذ بثار الذي قطعه وريده مأجور، وتاخذ بثار الذي قطعه وريده من قفاه اقطعوا راسه ودم من احراقه، وجثته ظلت رميه بالصعيد مجدله، وزينب اختها الخير من يشيل جنازته، وركبت من الخيل 10. اقول لا، ركبت من الخيل 10 وصارت تجولع لصدره، وزينب تعاين تتكسر خرز ظهره، قالت يا دقات قلبي ويا نبض
تخف الهموم تخف الهموم ما مات من الماي محروم مات العسكري يا عين الليلة تبع غدرة مات العسكري يا عين الليلة تبع غدرة مات العسكري يا عين الليلة تبع لا تستعجل مات العسكري يا عين الليلة تبع غدرة ذكري وصف أبو محمد ذكري مصيبة العطشان مات العسكري يا عين الليلة تبع غدرة وذكري مصف أبو محمد وذكري مصيبة العطشان وحده اللطمة ولا أحد يستعجل مات العسكري يا عين الليلة تبع غدرة وذكري مصاب أبو محمد وذكري مصيبة العطشان مات العسكري يا عين الليلة تبع مات العسكري لكن بليا غسل ما خلوا ولا ظل مثل جد حسن بخيول العيدة داسوا ولا ظل بالتراب مرمي 3 أيام ما ورا ولا ذبحه مثل جده ولا ما تبعطش ضمان مات العسكري يا عين الليلة تبع غدرة كلها مات العسكري يا عين الليلة مات العسكري ودفنه ما ربوا خرز ظهره يا علي يا علي مات العسكري ودفنه ما ربوا خرز ظهره ولا صاب الحجر راسه ولا صاب السهم بحره ولا حد قطع شفوفه ولا داس الشهور صدره ولا ظل بالدروب مرمي وراسه فوق راس الاسلام هذا مات العسكري يا عين الليلة دمع غدرة مات العسكري يا عين الليلة انهضوا خلي الرواية من الشرف انهضوا خلي الرواية من الشرف وصل بالعادات من فوق الشرف صيح ضلعهم يزدرج كالسرى صيح ضلعهم يزدرج كالسرى من غصب حقها وهاجع حزانها من غصب حقها وهاجع حزانها اويلا يا سيدي اويلا يا سيدي اويلا يا سيدي اويلا انا يهيجك الصبر لوقعة الطف الفظيع يا الله إلهي فرج عنا فرج
كلمح البصر أو